السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في فيديو جديد في وصفة جديدة. اليوم غادي نحضر لكم هاد البريوات، تيجيو الصراحة هشاش ولذاذ وتيحمقوا. هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديالهم، صراحة تيجيو لذاذين. راه دقتهم غزالين، ما غاديش تندموا عليهم ان شاء الله. يجربوهم، تبعوا معايا الوصفة وطريقة التحضير بالقطة بالقطة، وعشركم مبروكة. يلا تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. الى اللقاء. كيف كتشوفوا هنايا عندي هنايا كاوكاو داك الخضر. نتوما دوك الحبات الصغارين كناخذو كندير له بحال هكا. كتاخذوا 250 غرام صافي، تبقاو تحمروه في البوطه حتى كيتحمر. وهنايا كيف كتشوفوا معايا كنحتاجوا البريوات ديالنا، كنحتاجوا كاس ديال الزنجلان تنقيوه. هنا 2 كيسان ديال السنيده درتهم في زلافه، تقريبا زلافه ما عمراش. وهنايا كنحتاجوا الكاوكاو داك الصغيور اللي كنت حمرت معكم قبايل. تنشدوه تنديروا ليه هكا تنعسوه بحال هكا، وكنحيدوا منه القشره وتنخليو شي حبيبات هكا ما فيهمش، تنخليو شي حبيبات يا ربي فيهم القشره، والاغلبيه تنحيدوا منه القشره ديالو. فدابا غادي ندوز باش نطحن. كنديروا بسم الله، كنديروا شويه ديال الكاكاو، شويه ديال الزنجلان، وتنديروا السنيده. نجيب معايا المعلقه تقريبا، ندير هنايا 2 معالق ديال السنيده، وتنكمل بالكاوكاو. فهنا غادي نسد وغادي نطحن. نشوف واش تطحن ليا، ماشي غنهرمشو، غادي نطحنو تطحن مزيان. نزيد له شويه كيف كتشوفوا، مازال نزيد له شويه تطحن مزيان. هانتوما تيجي على هذا الشكل هذا، المهم راه تيكون معجون مزيان. نحصل على هذا القوام هذا. غادي نستمر حتى كنسالي. وهانتوما معايا شاهدوا حتى الاخر. دابا كيف كتشوفوا معايا بعد ما طحنت داك الكاوكاو مع الزنجلان وسنيده كيجي على هذا الشكل هذا. ضروري تندير فحال هكا باش ديك السنيده والزنجلان والكاوكاو تندمجوا ليا مع بعضياتهم. غنبقى ندير لهم هكا تنسالي. ودابا كيف كتشوفوا معايا تنحتاجوا المعلقه ديال القرفه كنطحنوها. تنحتاجوا لصفر بيضه، غير الصفر تنديروه نتوما وشو يعني اختياري، واش ديروه ما ديروهش. كذلك كنحتاجوا 2 معالق تقريبا ديال الزبده مذوبه. هانتوما 2 معالق ديال الزبده المذوبه. فتنجمع هذا الخليط بحال هكا. دابا كيف كتشوفوا معايا بعد ما خلطت تنحتاجو ضروري المزهر. ها هو مزهر تنحتاجوه. كناخذوا بسم الله على هذا الشكل هذا، تنكب وانا تنخلط. ما نقدش نقول لكم واش نكبها كامله ولا لا، على حساب الخليط اللي متواجد عندي. خص يجيني هاد
خصي تجيني هاد العجينه هادي مجموعه باش تجمع ليا. ضروري خصني ما زهر. هانتوما صافي ما غاديش نزيد. صافي هي تجمعات صافي. العقده ديالها هي تجمعات. نجمعها مزيان صافي. ودابا هنايا كيف كتشوفوا معايا راني شديت ديك العجينه درتها هنايا كويرات وستفتها في واحد البلاطو. ودابا غادي ندوز هي عندي الورقه البسطيله غادي نقطعها ونبدا نعمر ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا معايا كناخذ الورقه ديال البسطيله كنجي حتى غندير 3 الصباع ونقطع بسم. عاوتاني 3 الصباع ونقطع وكنجي لهاد حتى هي 3 الصباع هي هذيك. المهم هاد الشيء هادو كيكونوا شايطين ما كيكونوش صالحين كنحيدوهم علينا. هادو اللي قطعت كنديرهم هنايا. ضروري كديروهم في ميكا باش ما ميكا ولا بابي سلوفان باش ما كيكراموش صافيوش لينا بحال هكا. وتنخليهم في ميكا. كناخذ وحده بحال هكا كنسرحها فوق سطح العمل. كناخذ الزبده هذه عندي الزبده مذوبه. ضروري ديروا هاد العمليه هذه باش ما كتقطعش لكم الورقه. كدهنوها بالزبده بحال هكا كدهنوها مزيان. كناخذوا بحال هكا كنديروا لها كنطلقوها وكنحاول نشكل. هانتوما ضروري كتبركوا عليها هكا باش دوك الجناب تيتعمروا وتتشكلوا على شكل مثلث. ضروري كتبركوا باش كتدخل في الجناب. نسيت ما قلت لكمش غدهنوها من القدام ومن اللور. عفوا ضروري من القدام ومن اللور باش ما كتقطعش. هانتوما بحال هكا كتشكلوها على شكل مثلث. هانتوما مزيان. هانتوما هنايا عندي الدقيق الفورص مع شويه ديال الماء. كناخذوا بحال هكا كنديروه هنايا باش كتسد لينا هاد البريوه هادي. كندخلها لداخل بحال هكا شويه صافي. هانتوما باش ما كتحلش ملي كنكون كنقليها ندهنو. المهم كنبقى نستمر انايا بحال هكا من القدام وضروري من اللور باش ما كتجيش مقرمش باش ما كتقطعش ليكم. كناخذ العماره تندير ليها ضروري تنسطحها بحال هكا وتنبدا. هانتوما تنبدا بحال هكا وانا كنبقى نضرب هكا في الجناب باش ما كتجينيش غليظه وباش حتى ديك العماره تدخل ليا في الجناب. هانتوما هكا نحاول نقطعو شي شويه. كيف كتشوفوا معايا دابا كيجيو على هذا الشكل هذا. هذه الكميه هذه غادي نكملها نعمرها. وهنايا كيف كتشوفوا معايا راني ساليت صافي البريوات ديالي تيجيو على هذا الشكل هذا. صافي ساليتهم كاملين كيف كتشوفوا معايا. دابا ندوز باش نقلي. دابا بسم الله كنشعلوا البوطه كنديروا فيها الكاسرون كنديروا فيها الزيت وتنقصوا البوطه بزاف باش ما يتحرقوش لينا وتنبدا نحرك. المهم نرد معاهم اللبن باش ما يتحرقوش لينا. علاش بالضبط الكاسروله؟ باش ما كتشربش لينا الزيت باش الزيت تبقى مجموعه وما
ما كنضيعوش الزيت بزاف. المهم نبقى نستمر بحال هكا تنسالي وكنهز هذني ديريكت كنحطها في العسل. المهم كنخليها حتى كتخلي هذا اللون هذا ذهبي كيف كتشوفوا معايا بحال هكا. صافي كناخذها مباشره كنحطها في العسل، كنغمسها في العسل وكندوز عاوتاني بسم الله تنلوح واحد 5 ديال الحبات نخليهم يتقلاو. كندوز البريوه ديالنا اللي طابت ليا تندير لها بحال هكا، تنغطيها بالعسل تنخليها مزيان تتشرب ليا العسل بحال هكا حتى كتشرب ليا العسل مزيان. كنخليها في العسل بلا ما تقلب لي القليه الثانيه. ودابا كيف كتشوفوا معايا كنغمسوها بحال هكا في العسل، وفي التالي كناخدها بحال هكا كنصفيها شي شويه وكنديرها هنا في الكسكاس. ضروري يكون الكسكاس هكا ديال البرمه، ضروري تكون اولا شي شبيكه هكا ديال الاخر تكون فيها تقيبات هكا باش ديك الزيت كتقطر لتحت. كتاخذوا البرمه والكسكاس ديالها تديروها وتتحط فوق البريوات ديالكم وتبدا ديك العسل تطيح لتحت باش كتستقطر. ضروري ديروا هاد الطريقه هذه وصافي تنستمر هكا حتى كنسالي. وهنايا كيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا. تيجيو على هذا الشكل هذا، ها انتما كيجيو ذهبيين ومعسلين صراحه، كيحمقوا صراحه الله. ذقتهم جو بنان ولذاذ. هانتوما نشوف لكم هذه غير جربوهم ان شاء الله ما غاديش تندبوا عليهم. نتمنى الى الفيديو اعجبكم، بارطاجيو الفيديو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء، وشكرا لكم على المتابعه. تهلاو حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وعواشركم مبروكه.